عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو الافكار اللي احنا بنحبه ودايما بنتفاعل معاه. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده فيه كذا فكره هتعجبكم ان شاء الله. خليكم معايا بس في الفيديو للاخر وان شاء الله الافكار كلها هتعجبكم. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الافكار بتاعتنا. اول فكره هي فكره سر قرمشه السمك. احنا عايزين نخلي السمك بتاعنا مقرمش زي بتاع المطاعم كده والمحلات. نعمل ايه؟ هو النشا ده سر خطير وليه فاعليه جامده جدا. لما نيجي نقلي السمك ونحط مع الدقيق اللي احنا بنبدر بيه السمك شويه من النشا، عايزه اقول لكم بيخلي السمك ما يشربش زيت وكمان يطلع مقرمش. وكمان حاجه ثالثه مهمه جدا، ان يخلي الزيت بتاعنا نضيف وما يغمقش بسرعه. فانتي لو عامله كميه سمك مثلا وحاسه ان الزيت ممكن في وسط القليه يبتدي يغمق منك وتحتاجي تزودي، عايزه اقولك ان النشا هتغنيكي عن الموضوع ده وتخلي الزيت اللي انت حطاه يطول معاكي شويه وياخد كميه سمك كتير تقدري تقليها في نفس الزيت. زي ما انت شايفه شكله في منتهى الجمال وطعمه كان تحفه. يلا بقى بينا نخش على الفكره اللي بعد كده، هي فكره كرات البطاطس اللي احنا عاملينها. احنا سلقنا البطاطس بتاعتنا كويس جدا وحطينا عليها التوابل اللي احنا بنحبها وحشيناها. انا هنا حاشيها سوسيس، تقدري تحشيها اي حاجه، لحمه مفرومه، تحشيها بانيه متعصج وتبتدي تحطيها في البيض والبقسماط وتقليها. عايزه اقول لكم ان هي كوجبه لوحدها مع شويه سلطه هتبقى تحفه جدا. ممكن كمان نعملها جنب مكرونه وممكن كمان ناكلها جنب اكل بايت موجود عندنا. زي ما انت شايفه لونها تحفه وهتعجب الولاد جدا وسهله جدا وبتتنفس بسرعه. نخش بقى على الفكره بتاعتنا اللي بعد كده. معانا هنا الكيكايه الحلوه دي احنا نفذناها ببيضه واحده ونص كوبايه من اللبن وربع كوبايه من الزيت وكوبايه ونص من الدقيق. عايزه اقول لكم ان هي سهله جدا وسريعه ومقاديرها اقتصاديه وكمان طعمها في منتهى الجمال. لو حابين ان انا انزلها لكم في فيديو قولوا لي بس في التعليقات. بعد كده البانيه المشوي. عايزه اقول لكم ان احنا مش دايما بقى كل شويه نقعد نقلي البانيه ولا حاجه، لا نقدر نعمله مشوي زي ما انتم شايفين وهيعجب الولاد جدا. وعايزه اقول لكم انه في فيديو على القناه مخصوص معمول فيه طريقه البانيه كلها من الاول للاخر بالتتبيله، وان شاء الله دوروا عليه وشوفوه هيعجبكم جدا وتنفذوه. بعد كده عملنا الكفته بتاعتنا الحلوه دي. الكفته ديت معموله على البوتاجاز من فوق، يعني لا فتحنا الفرن ولا حاجه، من غير شوي ولا تعقيد. فعلا عملنا الكفته بتاعتنا الجميله دي. جبنا اللحمه المفرومه وحطينا عليها البصل المبشور بتاعنا والتوابل، وما تنسيش بقى فصين الثوم والكمون والبهارات بتاعتنا، وبدأنا نصبعها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا ونحط فيها الماده الدهنيه المتاحه عندنا، سمنه زيت ليا اللي موجود عندك تقدري تضيفيه. عايزه اقول لك ان الكفته دي والدتي ربنا يخليها لي معودانا عليها من واحنا صغيرين، كانت دايما بتعملها لنا بالطريقه دي وكانت بتعجبنا جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا. زي ما انت شايفه كده انا جبت الصينيه بتاعتي وبدات احط حته ليا. الليا دي انا مسيحاها او زي ما بيقولوا كده سلتها، وبدات احط معلقه من السمنه. انت ممكن تحطي سمنه وزيت او زيت بس او سمنه بس. بعد كده اول ما ساحت الماده الدهنيه بتاعتي بدات انزل بصوابع الكفته وهسيبها تتشمع شويه كده، وبعد كده هقلبها وعشان تاخد لونين كده من هنا ومن هنا، من على الوش ده ومن على الوش ده. وطبعا ما تقلبهاش غير لما تبتدي تتشمع كده وتمسك نفسها علشان ما تتفتفتش معاكي وتتكسر مني. زي ما انت شايفه كده خلاص هبتدي بقى اطلعها. وبعد كده بجيب بصلايه كده واقطعها جوانح مع قرنين من الفلفل الحامي زي ما تحبي، رومي زي ما تحبي، وهبتدي انزل بيهم بقى في الصوص بتاع اللحمه دي والماده الدهنيه ديت. عايزه اقول لكم ان الخضار ده اللي متقلب في الدهون دي طعمه بيبقى في منتهى الجمال. بعد كده هجيب بقى شويه من البقدونس او الكزبره وهنزل بيهم على الخضار بتاعي ده مع شويه من التوابل، هيخلوا طعم البصل والفلفل والخضره طعمه في منتهى الجمال جدا. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي تحفه تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده اول ما يبتدي كده الخضار يدبل معايا شويه، احنا مش عايزينه مستوي، احنا عايزينه يا دوب كده حلو يقرمش معايا. هبتدي اجيب بقى العيش بتاعي وانزل بيه بقى بالبصل والخضره بتاعتنا الحلوه دي. وبعد كده احط صوابع الكفته بتاعتي وابتدي افردها بقى عليها. ويكون طبعا عاملين سلطه الطحينه المتينه بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان الاكله دي جميله جدا وهتعجبكم، جربوها بس. ولو حابين تشوفوا الفيديو بالتفصيل ان شاء الله ممكن تدوروا على القناه وتلاقوه، او انا هدور لكم عليه واحطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده
ايه رايكم؟ تحفه جدا وطعمها في منتهى الجمال، ومن غير ما نفتح الفرن عملنا ألذ كفته وتحفه جدا، وتنفع طبعا مع بطاطس وطحينه، مع بابا غنوج، مع مكرونه، زي ما تحبوا بقى. عايزه اقول لكم ان لوحدها، بس هي لوحدها كفايه، طعمها تحفه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. جربوا بس وقولوا لي في التعليقات. بعد كده هنخش بقى على الشكشوكه بتاعتنا اللي صاحبتنا ومتابعتنا الجميله، انا مش عارفه اسمها بس هي الحساب بتاعها مكتوب عليه رضاك ربي، طلبتها مني وانا بشكرها جدا لان هي استنتني. انا قلت لها هنزلها لك اخر الاسبوع، فهي قالت لي ماشي. انا بشكرها جدا لان هي صبرت عليا لحد ما انا نزلتها لها. فانا بقول لها انا عملتها لك اهي، يلا بقى اتفرجي وقولي لي رايك، وما تنسيش بقى تقولي لي لما عملتيها عجبتك ولا لا. يلا نشوف احنا عملناها ازاي. احنا جبنا هنا بصلايه وقطعناها زي ما احنا شايفين كده قطع صغيره، وحطينا شويه زيت ونزلنا بالبصل وقلبناه شويه، واول ما يبتدي كده يدبل نزلنا بقى بالفلفل بتاعنا الرومي والحامي وقلبناهم شويه، وبعد كده نزلنا بالتوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وكمون وشويه من السكر لان احنا هنحط طماطم وصلصه، وبدانا نقلبهم زي ما انتم شايفين. بعد كده هناخد بقى معلقه من الصلصه، ما تكونش كبيره قوي طبعا، لو انت مش حابه تحطي صلصه ما تحطيش، بس هي بتعزز اللون شويه. وهنقلب كده شويه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنغطي على الخضار بتاعنا ده لحد ما يدبل معانا شويه زي ما انتم شايفين كده، علشان احنا عايزينه يكون مستوي نص سوا، يعني مش مهري قوي يعني. زي ما انتم شايف كده شكله لحد ما يوصل معانا بالشكل ده، نبتدي بقى نوسع كده مكان للبيض. هنبتدي بقى نجيب البيض ونكسره ونحطه في الصينيه بتاعتنا. كل بيضه احنا بنحطها بنوسع لها كده مكان، لان احنا عايزين البيض بتاعنا يبقى عيون، مش عايزين احنا مش هنقلبه ولا حاجه، احنا عايزينه عيون يطلع كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. هبتدي بقى كل بيضه انا عايزه احطها ابتدي اوسع لها مكان عشان تطلع زي ما هي كده بنفس الحجم كده، وتطلع عين زي ما هي. زي ما انتم شايفين هبتدي اخلص الكميه، وطبعا انت بتعملي كميه البيض اللي انت حباها، عايزه تعملي 3 4 براحتك بقى زي ما المتاح عندك واللي انت عايزه تعمليه. هبتدي بقى اخلص الكميه كلها واغطيها واوطي النار خالص خالص. عايزه اقولك انك لازم توطي النار، لان انت لو ما وطيتيش النار البيض مش هيستوي والخضار هيتلسع منك او يتحرق لا قدر الله. فانت ايه، لا خلاص احنا كده غطينا، ونبتدي نوطي النار بتاعتنا 5 6 دقايق بالكتير وهتبقى معاكي بالشكل ده. طب احنا عايزين نعرف البيض استوى ازاي. بتحطي كده المعلقه على وش البيضه كده من فوق، لما تلاقيها ماسكه كده نفسها تعرفي ان البيض خلاص استوى، وتبتدي بقى تغرفي زي ما انت عايزه. بألف هنا وشفا، الطريقه سهله جدا وبسيطه، بس عايزه اقول لكم ان طعمها في منتهى الجمال. واشوفكم على خير، فيديوهات جايه كتير، مع السلامه.